ساعة الصفر. ساعة الصفر متى بدأت عند وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليش؟ لأن الخليفة الشرعي المنصوص عليه من قبل السماء وبأدلة كثيرة قد رويتها سابقا، هذا مشغول بالمصاب، يريد يكفنه، يغسله، يكفنه، يدفنه. اولا ابن عمه، شيء ثاني هو المسؤول عن تجهيزه ودفنه باعتباره الوصي وباعتباره الوارث، فهذا مشغول. وبالتالي شوف هذا التخطيط العسكري، فبالتالي ان الاستيلاء على الحكم بانشغال هذا الخليفة الشرعي يكون اسهل في هذا الوقت. الدليل على انهم رضي الله عنهم لم يحضروا جنازة النبي ولا يعلمون ان النبي دفن او لم يدفن، الدليل ما اورده ابن سعد في طبقاته، قال وكذا صاحب كنز العمال بالجزء الرابع، ابن سعد الجزء الثاني: والذي وضع الرسول في قبره الرهط الذين غسلوه العباس وعلي والفضل وصالح مولاه الخادم مالتهم، صالح خادم الفضل، أربعة اللي بس ذولا دفنوا النبي، غسلوه ودفنوه. زين وين باقي الصحابة؟ اسمع، قال ابن عبد ربه ان ابن عبد ربه الناصبي هذا، قال ابن عبد ربه ان ابا بكر وعمر لم يحضرا دفن النبي. وقالت امنا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هي مو تقول بين سحري ونحري ماتوا على فخذي وكان يقرأ القرآن بحضني وانا حائض، هي مو تقول، هي امنا شو تقول هنا؟ تقول ما علمنا بدفن رسول الله حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل ليلة الاربعاء، ما ندري النبي اندفن الا بعد ما سمعنا صوت المساحي. هالشي شلون بين سحري ونحري؟ زين وين كنت انت؟ وين ما علمنا شيء غير قاعده وقرنا في بيوتكن؟ بس انا اقول لك وين كانت مهتمه بمصالح المسلمين مثل الخليفه الصديق رضي الله عنه، عندها المسلمين اهم من دفن النبي صلى الله عليه واله. ما علمنا. عجيب، رجلك هسه عوفي مو نبي، رجلك لو غيره، رجلك لو غيره. زين الألطف من ذلك ما رواه ابن سعد ولم يله، يعني يدفنه، ولم يله إلا أقاربه. ولقد سمعت بنو غنيم، الأنصار سمعوا بنو غنيم بصف النبي بصف المسجد، سمعوا بنو غنيم صريف المساحي وانهم لفي بيوتهم، ما يقدروا يطلعون يدفنون النبي. بنو غنيم الانصار يسمعون صوت المساحي، ما يقدرون يطلعون يدفنون. ليش؟ احكام عرفية، اللي يطلع انذبحه، ماكو، كل واحد يقعد ببيته، حصار اقعد ببيتك، خلنا نكمل شغلنا يا الله. راجع هاي اللي سولفتهن الله شاهد ورسوله، وجيب لي قرآن احلف لك عليه، موجودات بذني المصادر، الزمهن بيدك. العقد الفريد بن عبد ربه الجزء الثالث، تاريخ الذهبي الجزء الاول، كنز العمال، سيرة ابن هشام الجزء الرابع، الطبري الجزء الثاني، ابن الاثير الجزء الخامس، اسد الغاب لابن الاثير الجزء الاول ترجمة النبي، الطبقات لابن سعد الجزء الاول. وهاي عليها اجماع المؤرخين كلهم، اجماع مؤرخين، صحابة ما دفنت نبيها رضي الله عنهم وارضاهم. زين شلون تقسيم التحالف؟ هاي ساعة الصفر خلصنا منها، انه نضرب بهاي اللحظة ضربتنا، لانه الخليفة الشرعي شنو؟ مشغول في النبي. وين كان يحكم؟ بالمسجد لو بحوشه؟ بالمسجد. وين يصلي؟ بالمسجد. امور العامة بالمسجد، يعني قصر جمهوري، قصر رئاسي. فالقسم الاول وين يقعد؟ باعتبار ما بي حرس وشرطة وكذا وكل واحد يجي ينامون بيه ويقعدون بيه، قصر مال الامة. اجوا احتلوه. زين
للسبب لأمرين: أولا السيطرة على المسجد دلالة على السيطرة على القصر الرئاسي، اثنين هم بصفهم، هي شبخة ونص من هنا الباب الحسينية. المصيبة رسول الله عنهم 4 خطوات، 4 خطوات. بيت النبي وين؟ غير بنص المسجد، 4 خطوات. بني هاشم ملتهين، هم قاعدين بالمسجد ما لهم علاقة. خاف حركة قارش وارش منا كذا كذا، هم يسيطرون على المسجد، ما عندهم مانع يمسحون المسجد هو والبي. واضح؟ من يرأس هذا القسم؟ يرأسون الصحابة الأجلاء ذي النورين رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، جدنا فتح القادسية هذا زين، اللي ابنه ذبح الحسين عمر بن سعد رضي الله عنه. زين، ذولا شي يسوون؟ ذولا يهيئون الاجواء. تدري مسجد جايه هاي الوادي قسم من عندها تحب وقسم منها تكره، هذا اللي يصلي وهذا العابد، وحركة الانصار مو كلها صافية، وصاحة نريد علي. فذولا يهيئون الناس الموجودة بالمسجد ويستقبلون المظفرين اللي راح يجوهم، القسم اللي راح للانصار يستقبلوهم. خاف تخرب الخطة واسلم ما تدخل تحتل المدينة، اكو خطة بديلة، بس الحمد لله والشكر الله سلم والخطة مشيت بسلام، وزفوا الخليفة الصديق الى المسجد وقاموا فبايع الذين، هذا القسم الذي كان في المسجد قام فبايع النبي صلى الله عليه قام فبايع الصديق رضي الله عنه بلا ترددين. الحمد لله ما فشلت الخطة، يعني الخطة المرسومة من قبل التحالف قد نجحت. هذا القسم الاول من التحالف، وين؟ السيطرة على القصر الرئاسي. القسم الثاني هذا واجب يذهب الى المتشددين الذين لهم ميول للخليفة الشرعي. زين، منهم الانصار، لان النبي صلى الله عليه واله اوصى الانصار باهل بيته وعاهدوه على ان ينصروه وينصروا ذريته. يعني تلاحظ شلون؟ جيب لك لينكس، ينصروه وينصروا ذريته. فذولا متشددين، وذولا يدرون انه علي بن ابي طالب هو الخليفة الشرعي. التحالف السوى ذولا قبل ما يصير يعني وفاة النبي، استشهاد النبي، سموا النبي. عندما سموا النبي ما مات شيء اعتباطا قربة الى الله تعالى، جاء عزرائيل، لا، هم هذول عزرائيل. ذولا اجوا شقوا الانصار، استمالوا أسيد ابن خضير اللي هو منه زعيم الأوس، واستمالوا بشير ابن سعد أحد قيادات الخزرج، أبو النعمان ابن بشير ابن سعد. دول استمالوهم. ايش قالوا لهم؟ قالوا لهم ترحوننا للسقيفة. زين، الأنصار يدرون سامعين من النبي خمو طرشان أن الأئمة من قريش، خلصنا. الشيء الثاني انه الانصار يعلمون ان الخليفة الشرعي علي بن ابي طالب. اجتماعهم بالسقيفة رجال مريض، زعيم الخزرج، كبير القوم، سعد بن عبادة مريض، طالع قاعد بالسقيفة. السقيفة كما قلت لكم ما يتجاوز مساحتها 50 متر. قاعدين، هذا اللي يجي يزوره، شلونك يا غاتي وكذا وامورك وشيخنا، وصارت وفاة النبي، ولابد ان يتداولون بهذا الموضوع، انه النبي زين هاي المدينة شبيها مخبوصة، المهاجرين شبيهم. بهالاثناء يفاجؤون بمجيء الثلاثة. امير عجيب، سعد بن عبادة صفن لها، شنو منا امير ومنكم امير. انفتح الموضوع من قبل الثلاثة. ابو بكر رضي الله عنه ايش قال نحن عشيرة رسول الله وكذا 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 وكذا. عمر رضي الله عنه قال لا ينبغي ان يسلم هذا الامر اليكم ونبيها من غيركم، لا تخضع لكم العرب. ابو عبيدة قال ايها الانصار كنتم اول من نصر وآزر، فلا تكونوا اول من بدل.
صفنا وذول القاعدين مقاريد الله صفنت مش قاعد تسولفون انتم تخربطون. قالوا ايه واحد من ذول الثلاثه قائد. قال شنو هو قائد؟ غير عندنا خليفه شرعي. اذا انتم قال حاشاهم سعد والانصار ذول اللي قاعد يتبعون الرسول. قالوا لهم الرسول الله قالوا لهم بويه تقولون احنا عشيرة رسول الله واتباعه واحبائه على عيني وعلى راسي نحطكم ما يخالف، بس فيكم من هو اولى بكم، هو اولى منكم. عندكم علي بن ابي طالب لا نبايع الا علي، على رايكم ما نبايع الا علي بن ابي طالب. شنو كان جوابهم راسا؟ قال الصديق راسا من قالوا لهم انتم قاعد تسولفون نعم انتم عشيرة رسول الله على عيني وعلى راسي واحنا ندري الائمه من قريش، بس بويه اكو اسبق منكم واكو واحد موصي به رسول الله واكو واحد اولى بهذا الامر منكم. قالوا لهم منو؟ قال علي بن ابي طالب. راسا الصديق التفت قال لهم هذا عمر فبايعوه. التفت عمر قال او احد يقدمك يا ابا بكر افتح يدك لابايعك. طفر سعد هذا البشير ابن سعد رضي الله عنه بايع ابو بكر. ايش كسر؟ من كسر الخزرج، مع خزرجي كسر الشيخ مالته. قام اسيد ابن خضير زعيم الاوس بايع عمر، بايع ابو عبيده. زين السقيفه ايش بيها؟ السقيفه حاطت اسلم بيها قوات الخاصه، اجت بايعت. ذولا المقاريد الله صار بيعدهم اسقط ما في ايديهم، لو ينبايعون لو ينكتلون يقتلوهم. ذولا ما عندهم مانع يذبحون.